السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تحياتي لكم اينما كنتم. في هذا الفيديو خوتي غادي نهضر على واحد الموضوع الصراحه اللي تال الانتباه ديالي، والصراحه بزاف الناس ما عجبهمش. هي كيفاش عرفتي؟ طبعا من التعاليق ديال الناس ملي كتشوف شي فيديو سواء في فيسبوك ولا في تيك توك ولا في اي بلاصه او تيصيفطوا لك شي واحد، المهم كتشوف الاراء ديال الناس كتلقى ماشي، كتلقى تقريبا بزاف الاغلبيه كيكونوا في حال الراي ديالك. طبعا انا هاد البرنامج ما عجبنيش. المهم هاد البرنامج هذا كيخص بما تجربه اجتماعيه. الصراحه ماشي غنقول لك الحلقات كلهم ما عجبونيش، بيرو هاد الحلقه ما عجبتنيش نهائيا، ما عجبتنيش. كيديروا حلقات زوينين، ما غاديش نقولوا ان هاد القناه او هاد البرنامج انه خايب ولا هو كله خايب، لا، كيديروا تجارب اجتماعيه والصراحه كيعجبوني المواقف ديال الناس. ولكن مؤخرا هاد التجربه الاجتماعيه ضروري نعطيو الاراء ديالنا، كانني عندي اليوتيوب ولا واحد اخر نعطيو الاراء ديالنا في هاد التجربه هذه. قبل ما غادي نوريكم فيديو باش غادي تسمعوا، غادي نقول لكم علاش غيهضر الفيديو وشنو كاين في هذا البرنامج. اخوتي داروا واحد التجربه اجتماعيه، كيتواصلوا مع البنات في الانستغرام، كيدخلوا عندهم تيطولوا معاهم في الهضره، يعني كتولي واحد العلاقه، يعني عبر مواقع التواصل، بحال شي واحد ملي كيدخل كيتعرف على شي وحده سواء في فيسبوك ولا الانستغرام ولا اي حاجه. من بعد اخوتي كيخليو كتطور هذيك العلاقه، يعني كيبقاو يعني كيديو ميساجات، يعني كيديو يجيبوا في الهضره حتى كيوصل هذاك التعارف انهم غادي يبغوا يتلاقاو ويتشاوفوا. في هذه التجربه الاجتماعيه كيهضروا مع البنات، كيحاولوا يدخلوا البنات الانستغرام ديال البنات، كيتواصلوا معاهم في الخاص، تيبينوا لهم بانهم بغاو يربطوا علاقه معاهم، بغاو واحد الشاب اللي بغى يربط علاقه مع بنت، ان البنت صافي كتبغي حتى هي كل واحد وهذا. ملي كتجي كتلاقى معاه كتلقاه واحد الانسان معاق. غادي نخليكم في الفيديو وغادي نعطيكم الراي ديالي، وبقاو معايا ما تزابيوش، خليكم فيديو غادي تشوفوا كلشي. شي امنيه ديالي هي ثاني شي حاجه تبقى تدفع فيا، يا وليدي دير بالدفاع. طول حياتي اجي نبقى معاك طول حياتي وندفعك، ما عنديش مشكل. اجي دفعني، اديني اللي هي الجرده نلعب شويه نشوف الناس اللي هي. ها لا ماشي حنا هذا. ماشي حنا، لا ماشي حنا. هاتي انا غنعاونك، اجي ندفع انا وياك، اش كيصوروا راه كيصورونا وراهم معايا. ما فهمت والو، ما عرفتش كيفاش نشرح لك، ولكن هذه تجربه اجتماعيه باش نشوفوا الناس. انا ديجا تلاقيت مع بزاف قبل منك، ما كاينش الاكسبتاني وانا جالس في هذا الكرسي، وتا داكشي كامل اللي كان في اللي كنا كنهضروا في واتساب وهذا في انستغرام ما كانش فري. انا الهدف ديالي هو نتلاقى معاك فاس، وفاش نتلاقاو فاس نشوف واش غاكسبتيني بهذا الكرسي، حيت انا ما قلتلكش راني اونديكابي. سي اكسبتيتك من كل قلبي، زعما ناري ما يمكنش واخا تكون كاميرا كلشي. والله الا عرفتي لا شرف كبير لي نتلاقى مع بحالك ونعرف بلي راه كاينين بحالك. بصراحه الحاجه الوحيده اللي غتكون في بالي ويكونوا تذكروا الناس اللي تفرجوا هي صح البنت صاحبتك اللي كانت معاك، واش بصح ما علي شي حاجه عليا ولا كانت مزروبه عندها شي حاجه ولا ما عجبتهاش القهوه ولا شنو؟ ما عجبتيهاش انت شي حاجه يعني اللي عليك. فوالا دابا المهم ما كتهمنيش انا، كتهمني انت اللي دويت معاك. ما بغاتش يعني ما اكسبتاش في شي شكل، لكن انا فريمون ارتحيت لك، يعني ابار انني لقيتك اونديكابي ما عنديش مشكل. يعني قلبك هو اهم حاجه كانت عندي والله من اول ما تلاقيتك، حقا ديجا كنا كنهضروا في انستغرام فهمتي. جاتني شويه حاسه باقا مصدومه. لا نصدقوا على هاد البنت هادي والله. واش تقدر تقولي شي كلمه للناس اللي كيميزوا ما بين واحد وواحد اخر، سواء باعاقه سواء بشي حاجه اخرى؟ الناس اللي كيميزوا بالاعاقه يعني ولا شي حاجه اخرى،
اهم حاجه يكون القلب، يعني شنو عندهم في قلبهم، الطريقه كيفاش كيتعاملوا. يعني ما كيهمش داك السيد كيفاش داير هو، اهم حاجه يكون راجل، فهمتي، يكون ولد الناس ظريف، يعرف قيمه البنت. فهمتي، وكي كنت انا ولد الناس كنتي مزيان. ولد الناس وكنتي تهضر معايا بطريقه زوينه. يعني ما همنيش، ما بقيتش كنلاحظ كيفاش انت داير ولا المظهر ماشي هو كلشي، هذه اول حاجه. فهمتي، كيبقى بنادم كيفاش داير هو من الداخل، كيفاش داير في التعامل ديالو، هذه هي اهم حاجه عندي انا بالنسبه لي. كما شفتوا في الفيديو خوتي، صراحه انا ما عجبنيش نهائيا، وغادي نقول لكم السبب علاش ما عجبنيش. الصراحه شفت هاد البنت انا بنيته، ماشي بنت باقا صغيره، بقات فيا بزاف، لان هذا كيتسمى الضحك على الفتيات، كيتسمى الضحك على البنات، كيتسمى هو هذا الضحك. تصوروا ان الدريه فعلا بغات السيد من قلبها. يعني انت درتي تجربه اجتماعيه، اللي ما عجبنيش في هذا الشيء، انت درتي تجربه اجتماعيه وفرحان غتصورها وغادي تربح عليها الفلوس، وهذوك المشاعر ديال هذيك البنت اشنو غنديروا فيهم؟ السيده قالت لي بغيتك من قلبي، السيده بغات تضحي معاه بغات باش تعيش معاه، بغات مسكينه، ما همهاش يكون معاق، ما همناش يكون فيه عنده شي ديسكاباسيداد، ما همهاش شنو عنده، المهم بغاتو. ربما حنا ما شفناش هذاك التواصل اللي كان بيناتهم في الخاص كيفاش خلاها انها تبغيه، فهمتوني؟ لان ضروري غيكون واحد الميساجات واحد الكلام اللي معسول وبزاف الحوايج باش انها تبغيه، باش تكون هذيك الصدمه. هو البرنامج باش ينجح ليه، باش هي البنت تبغيه بعدا في الانستغرام ولا في الفيسبوك، تبغيه بداك الكلام المعسول، تبغيه وتعلق به وتشوق باش تجي تشوف هاد الدري، تشوق ليه طبعا، غادي تشوق باش تجي تشوف هاد السيد اللي بغاها وبين لها الحب ديالو، بين ليها هاد الشيء. كنقول لكم راه انسان، راه بزاف البنات تيدخلوا عندهم الدراري وتيهضروا معاهم بالكلام المعسول، تيقدروا يتجاوبوا معاه عادي، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد وكيفاش كيتعامل مع هاد الناس هادو. طبعا هي تعلقات بيه قبل ما تشوفوا، لدرجه ان ملي جات شافته معوق ما همهاش هذيك الاعاقه ديالو. هو كان كيمثل، ولكن هي كأن بغاته، وانها كتبان بنت الناس وكتبان درويشه. انا اللي كنخاف على هاد البنات هادو اللي كيكونوا بنات ديورهم وزوينات وباينين قلبهم طيب، يعني شي حاجه اللي كيتيقوا اي حاجه، فاش كيجي واحد يضحك عليهم، واخا هذا ما غاديش يضحك على دير غير تجربه، ولكن راه لعب لها بالمشاعر ديالها. فما بالك واحد يكون كيضحك فعلا، كيتفلى وكيتلاقى مع بنات الناس، يقدر يتفلى عليهم، يقدر يديهم شي بلاصه، يقدر. فلهذا هذا ما برنامج ما والو. وسمحوا لي، هاد التجربه الاجتماعيه دي ماشي تجربه اجتماعيه، هذه تجربه اللعب بالمشاعر ديال البنات، هذه تجربه كتلعب بالمشاعر، ماشي حقا شكرا وما عرفتش، وحقا ناس اخرين ما قبلونيش، وبنت اخرى وحده اخرى تقدر ما تقبلش واحد معاق، ولكن وحده ما عندهاش مشكل فعلا، لان داك الانسان اللي كيكون عنده اعاقه كتكون عنده اعاقه جسديه، ماشي اعاقه في الدماغ، كيكون انسان راه حتى هو انسان كامل. فهمتوني اخوتي؟ يعني بالنسبه لهاد البنت انا بقات فيا بزاف، ضرتني في خاطري، يعني كتشوف فيها هي بحال ولات كتبغيه. يعني قالت لي فمو، قالت لي انا كنبغيك، يعني ما قالتش لي كنبغيك، قالت لي في الحقيقه، قالت لي زعما بغات هي، راه بينات، راه من الفيديو خوتي راه باينين، ما نكذبش عليكم اخوتي، عصبني هو اكثر اللي داخل عند البنات حقا كيتجاوب معاهم، حقا في الاخر كيفاش تحقق في هذا وديك المشاعر، اش غنديروا فيهم هذيك الدريه مسكينه اللي بغاتك واللي دارت ثقه. فلهذا البنات، فلهذا البنيات ما ديروش الثقه في ايا كان، كما بغى يكون نوعه. كيفاش انت تضحك عليا الله اعلم جايب سيمانه وانت تهضر معايا ولا شحال وانت تهضر معايا، وفي الاخر تقول ليها حقا بغيت ندير معاك تجربه اجتماعيه؟ اش من تجربه هذا الضحك، هذا راه الضحك ماشي تجربه اجتماعيه. صافي قال لكم بغيتوا تضحكوا على بنات الناس، اشنو زعما اشنو؟ دابا هذيك السيده مسكينه، راه واخا يجي شي واحد يبغيها بصح، واخا يبغيها بصح ما غاداش تثيق فيه. فلهذا البنات نوصيكم ما تثقوش في هاد الحوايج. اي واحد غيدخل معاكم في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في اي حاجه، راه شي هاد الحوايج راه تيوقعوا لينا. انا نقول لكم راه هاد الحوايج راه خصك غير تعرف كيفاش تتصرف، راه اي واحد ممكن يطيح فيهم. انا خدامه بحال دابا مثلا، انا خدامه كنبيع ونشري، حاطه نمرتي، دايره النمره ديالي في تيك توك، حاطاها في فيسبوك،
ولكن هذيك النمره راها بخصوص العمل. يعني الانسان اللي غادي يهزها ويجيك راه ديك الساعه كدير بلوك بلوك بلوك. الانسان انا دايرها للبنات اللي كيدخلوا ويبغيو يشريو من عندي ولا بغيو يسولوني على شي حاجه، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. اون فوا كيدخل راه كاين واحد النوع اللي مسالي قبو، كتبان لي نمره كيسحبك انتي حاطاها غير باش للتعارف، حاطاها غير باش تعارفي مع الناس. لا سيدي، انا ما حاطاش نمرتي للتعارف، حاطه نمرتي للخدمه وحاطه نمرتي للعمل، ما حاطاها لا ليك لا لغيرك، حاطاها للعمل فقط. انا اللي كيبقاو فيا هما هاد البنيات اللي كمساكن كيمشيو هكا ضحيه. عرفتي شحال اثرت فيا انا ديك الدريه؟ وانتم راكم شفتوا الفيديو باينه فيها بنت دارهم وباينه فيها بنت الناس. حقا انت فرحان كتضحك، واه فيديو واعر غيطلع، واه الصدمه القويه. شوفوا ردات الفعل، اش من ردات الفعل. المهم بلا ما نطول عليكم في الفيديو، المهم انا هادشي راه هضرت من العصب ديالي اللي غنقول لكم. ردوا البال، ردوا البال، ما تيقوا في حتى شي واحد كيما بغى يكون نوعه. اسيدي شوف، ما غتخسر والو، ما غتخسر والو الا ما تقتيش فيه. حتى الا كانت نيته مزيانه، اللي نيته مزيانه راه غيعرف كيفاش يوصل لك. اللي نيته مزيانه راه كيدير المستحيل وكيوصل لك. سمعتيني؟ ما تبقايش تقولي لا الا درت ليه هكا غيمشي ويمشي. عرفي هذاك راه غير ما وصلش لغرضه وراه باغي يزيد. انا نقولها لكم البنات، اللي نيته مزيانه باينه، واللي نيته حيت اللي نيته مزيانه وفعلا عجبتيه وبغاك الحلال وكل شيء، راه غادي اختي يقلب عليك وراه غادي يلقاك. شي طيري تنزلي غيوصل لك، يوصل لك، لانه فعلا بغاك وباغيك الحلال وباغي يتزوج بك. اما اللي كيقول لك كتقولي واتي غير يمشي، هذاك راه باغي عاد يتفلع، عملي ما لقاش داكشي مشى لواحده اخرى، راه مشى لواحده اخرى يتفلع عليها. الله يهديكم. ونتمنى بحال هاد النوع ديال البرامج وبحال هاد النوع ديال التفليه والمقالب ما يلعبوش بالمشاعر ديال الناس. وتحياتي لكم، ونتمنى يكون فيديو خفيف على قلوبكم. وتحياتي لكم، ما تنسوش لايك وبارطاج، وبسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.